السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة مطبخ زهرة الراجي. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم الكونفيتير ديال الشريحة. كيجي لذيذ وزوين بدون مواد حافظة بدون سكر. الناس ديال الريجيم والناس اللي ما كياكلوش السكر راه كيجي زوين ولذيذ، والشريحة كلها فوائد وكلها فيتامينات. ان شاء الله غادي يعجبكم. بقاو معنا مع باقي المقادير ان شاء الله. عندي هنايا كيلو ديال الشريحه، هنايا نص كيلو من هذيك اللي كتكون حمراء بحال المارو، وهنايا نص كيلو من هاد الكحله. هاد الكحله كتكون حلوه بزاف. هاد الشريحه الكحله كنقطعوا ليها هاد الراس هذا. انا غسلتها ورطبتها شويه في الماء صافي. كنقطعوها بشويه بشويه. شوفوا باللي مزيانه واللي فيها شي حاجه حيدوها. هاد الكحله كلها زوينه، هاد الكحله ما فيها حتى حاجه خايبه، كتكون معسله. كيجي زوين هاد الكونفيتير ديال الشريحه. غنمشي معاه كل هكايا قطعها. هي كاين اللي كيفورها، اللي بغى يفورها يفورها. انا كنديرها مع سميتو مع الماء، ما نبغيش نفورها صافي. من بعد ما قطعتها كلها غادي نديرها في الكوكور. هو من الاحسن تسدو عليها في الكوكور. غادي نزيد عليها كاس ديال الماء. هاد الكاس هذا كيهز قياس ديال 2 كيسان ديال العنبه صافي. غادي نسد عليها ونقص عليها الغطا مزيان، تكون العافيه مهيله صافي. نخليها كطيب. هي الشريحه من بعد ما طابت تقريبا سديت عليها شي 25 24 دقيقه هكاك في الكوكو صافي. خويتها هنا باش نطحنها في الطنجره هذه. انا نطحنها دابا. بسم الله. انا رجعتها في البوطه من بعد ما طحنتها، رجعتها في البوطه باش تشرب. الا كان بقى فيها شويه الماء ولا شي حاجه، المهم تنشف كلها من الماء، ما بقى فيها شي حاجه. نبقى نحرك فيها، ما نزقوش عليها التحراك باش ما تلصقش، ونحركوا فيها حتى نحسوا بها صافي راها شربت مزيان. صافي هكا نبقاو نحركوا فيها بالعود. شنو الغرفه ديال العود هي راه بدات كتشرب. زيد غير شويه صافي ونطفيو عليها ونتلاقاو ان شاء الله في المرحله اخرى ان شاء الله. هي من بعد ما شربات كلها شفات كيفاش كتجي. دابا غادي نزيد فيها الزيت البديه. غنبدا نزيد الزيت البديه بشويه باش كندخل فيها. غنبدا ندخل فيها غير بشويه بشويه حتى كنطفيو عليها. عاد كنزيدو فيها الزيت باش ما تحرقش الزيت. اللي بغى يزيد فيها الزنجلان يزيد فيها الزنجلان محمر، ولا اللوز كونكاسي، ولا شنو بغى يخليها بحال هكا يخليها بحال هكا. الشريحه راه مزيانه، راه مفيده، فيها فيتامين دي، مفيده للصحه. المهم هاد الكيلو هذا الا بغيتو تزيدو ديروا فيه الزيت العود مزيان يقدر يهز لكم حتى
تقريبا ينزل لكم فوق رابعة ديال زيت العود. انا غنبدا نزيد ونشوف عيني ميزان. انا في الاخر غنقول لكم شحال هزات ليا. شراب الزيت هذا دابا كونفيزير طبيعي بلا سكر بلا حتى شي حاجه. الناس اللي دايرين الريجيم مكيبغيوش ياخذوا السكر الابيض، هذا الكونفيزير هذا راه مزيان. صافي خليه غير شويه. تقريبا رابع بحال هكا. مازال غنزيد شويه. نتوما عينيكم ميزانكم كديروا على حساب. اللي ما بغاش الزيت بزاف ما يديرهاش، ما يديرش بزاف، يدير غير القياس. اللي بغاها تكون كثير فيها الزيت ويزيد الزيت، كل واحد على حساب هو شنو بغا. انا صافي دابا ما نزيد فيها مازال والو. صافي غادي نحركها مزيان. صافي دابا راه واجده. ها هو الكونفيسير ديالنا من بعد ما وجد كيفاش كيجي زوين. ها هو هذاك الكيلو انا خرج ليا جوج من هادو وقرعه كبيره كيخرج تبارك الله. شتي كيفاش كيجي لذيذ وزوين للفطور. واحد شويه في خبياز ولا في الطوست، ولا غندير لكم معاه هنايا شويه في الطوست في الفطور. كيجي زوين ومفيد للدراري الصغار للناس الكبار كلشي. هي الشريحه راه كلها عامره فيتامين سي. شوف كيفاش كتجي. اللي بغى يزيد فيها الزنجلان يزيدو، ولا اللوز مهرمش، كله شنو بغا. اللي بغى يخليها هكا يخليها. وراه مزيانه حتى للبرد. الشريحه راه مزيانه حتى للبرد. راه كيديروها الناس الكحبه هاد لا غريب اللي كتكون في الناس. مع دابا راه قريب ان شاء الله رمضان غيدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه ان شاء الله. معلقه ياكلها الواحد قبل ما ملي يبغي يفطر، قبل ما ياكل هكا في خبيز ولا في سميتو. راها مفيده ومقويه ان شاء الله. تاكلوها بالصحه والراحه، نتوما تجربوها وتاكلوها ان شاء الله بالصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وتجربوه حتى نتوما تجربوا هذا الكونفيتير. هذا راه كيجي لذيذ، الا جربتوه ما تندموش عليه، غادي يعجبكم بزاف. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، ونخليكم على خير وبسلام عليكم.